سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير، صحتكم مليحه وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. نقول لكم صحه عيدكم وكل عام وانتم بالف خير، ينعاد عليكم بالصحه والهنا يا ربي. وفي حياتكم وفي حياه احبابكم والعزاز على قلوبكم. اليوم بديت لكم الروتين تاعي من ليله العيد، يعني من قبل بالنهار من العيد. هنا ليلة الشك كنت نستنى يقولوا وقتاش العيد. كي لقيتو باللي غدوة العيد، اول حاجه بديت بها بديت نقسم في الكاطو. عندي زوج بيض راح ندير فيهم الكاطو لعجوزتي، وحده اللي ندير فيها كميه صغيره اللي تفطر بها غدوه يعني نهار العيد، ووحده ندير لها كميه يعني حقها. وراح ندير تاني زوج بيض هكذا باش ندوهم تاني للفامي. هذه هي بديت اول حاجه نقسم لها بديت نقسم في الكاطو. لهنا الكاطو راني كنت شاركته معكم في الروتينات السابقه. اللي ما شافتش الفيديوهات تروح تشوفهم. كنت ثاني ما وريتها لكمش، مي كنت خدمت هذيك المشيمشه. درت ثاني كيله صغيره، يعني على اخر نهار درتها الصراحه، ما على هذيك ما حبيتش نصورها. المهم بديت نحط في الكاطو، نحط لها حبات اللهنه في هاد الباطه. ويعني بما انه عجوزتي يعني يجوها بزاف بزاف العباد وتاني تروح للناس، فلازم لها الكاطو بزياده باش يعني اللي يجوهم يلقاو، وتاني كي تحب اتمد. على هذيك عطيت لها كميه كبيره. قلت لكم راني نقسم لها، نحط في هاد الباطه اللي تستعملوا اليامات اللي جايين، ونحط لها حبيبات في الباطه هذيك الصغيره باش تفطر بهم غدوه ان شاء الله نهار العيد. وفي نفس الوقت راني نحط في هادوك لي بواط زوج هادوك اللي راح ندوهم للاقارب. وهذو الحلويات راني كنت شاركتها معكم كامل في الفيديوهات السابقه في الروتينات. ولا هنا الكاطو يعني ما كنتش خبيته بالكيسات. على هذيك يعني جبت لي كيسات، بديت نحط يعني نحط الكيسات ونحطهم في البيض هكذا باش لانه الكيس كيما تعرفوا كي تطول في الحبه تاع الكاطو راح تطلق الزيت، وهذاك الكيسات يتبدل اللون تاعها وتتشرب هذاك الزيت. على هذيك ما حبيتش نحط لهم في الاول، خبيتهم هكذاك. نحط لهم دوكا برك. لهنا بعد ما نكملهم يعني نكمل نعمر هادو لي بواط، انا نهبطهم لعجوزتي من بعد باش نكمل يعني نرجع للخدمه نتاعي. وكما كنت شاركتهم في الفيديو السابق، يعني الميناج راني كنت درتو هذا النهار بالذات، درتو الصباح. على هذيك تهنيت، يعني بقاو لي غير حاجات صغار هكذا. بعد ما كملت فرزتهم، غلقت هذوك لي بواط، يعني حطيت من كل حبه تقريبا زوج، من كل نوع زوج حبات. وهذيك الباطه تاني راح نغلقها باش نهبطها لها تفطر بها. هكذا كنت تهنيت وهبطتهم لها. من بعد راح نوجد سنيوه تاع الفطور تاع غدوه باذن الله. حبيت نوجدها، يعني حبيت نوجد بزاف حاجات في الليل باش الغدوه الصباح يعني ان شاء الله نكون مرتاحه، يعني يبقوا لي حاجات خفاف برك نديرهم. هذا ما كان. وانا هاد الماء اللي كنت يعني نحتاجهم من نهار العيد كنت ديجا غسلتهم وخليتهم بجيه ينشفوا. من بعد كي نشفوا راح يعني نحطهم لهنا. وانا ما درتش سنيوه، حطيت في هذا البلاطو ميروار. الا كنتوا تشفاو عليهم كنت شاركتهم معكم في جهازي، يعني وشكلهم بزاف هايل وباهي. بعد ما وجدتها حطيتها بجيه لهنا. الكاطو تاني يعني كنت وجدته، درت كميات صغيره لانه غير انا وراجلي، على هذيك ما بغيتش نكتر. وهذوك الكاطو تاع الشوكولا راح نحطهم في الفريجيدار، اما الكاطو ساك راح نخليهم على برا ونغطيهم برك بالفوطه تاع المطبخ هكذا باش ما يطيح عليهم حتى حاجه يعني. من بعد وجدت ثاني البريس تاع القهوه، عمرتها وخليتها بجيه. عندي لهنا راح نوجد تاني الغدا تاع نهار العيد. راح ندير شخشوخه مسيليه، وشخشوخه يعني تحب لازم يتبل هذاك الدجاج ولا هذاك اللحم باش يعطي بنه بزاف هايله. هنا في الروبو هذا ولا الميكسور تاعكم حطيت البصل بكميه يعني مليحه، الثوم الحشيشه والحار، ونرحيهم، يعني يكون الحجم تاعهم متوسط، ما يكونوش مرحيين بزاف حتى يخرجوا الماء.
وكيما تعرفوا بنة الشخشوخة المسيلية في البصل بزاف والحار والحشيشه والثوم هادو طبعا والطماطم ما ننساوهاش. لهنا في القدره كنت حطيت هذاك فرغت هذاك البصل، حطيت ثاني مرسوه تاع دجاج. عندي لهنا الطوماطيش، انا الطوماطيش كي تكون عندي يعني الحب نرحيها مع هذاك البصل والحار. مي انا كانت عندي المرحيه او مكونجيليه حطيت قوبلي. توابل عندي الملح فلفل احمر حار والعادي، وندير الكزبر. وندير عليها تقريبا يعني ها شفت عيني ميزان على حسب الكميه اللي راح نديرها، انا ما درتش كميه كبيره. حطيت ثاني فلفل حار يعني المجفف، وحطيت الزيت ونخلطهم مليح. ولازم ثاني تقريبا مغرف كبيره تاع طماطم تاع الباط، نخلطهم مليح. انا حبيت نخلطهم مليح هكذايا ان يعني نتبلهم. من بعد راح نغطي عليها ونخلي عليها بجيه حتى الغدوه باذن الله. نشعلها على نار تكون ناقصه يعني شمعه باش يطول يطيب يعني على مهله. وكما كنتوا شفتوني هذاك الروبو اللي كنت رحيت فيه انا زدت له تقريبا نص كاس تاع الماء يعني باش نحي به البقايا اللي في الروبو، وتاني باش ما تجينيش ناشفه هذيك التتبيله اللي درتها او الخليط تاع البصل والاخر، باش كي نحطها طيب ما تتحرقليش وما تنشفش. عندي لهنا شخشوخه هذه كنت ديجا موجدتها من قبل. نحيت لهنا الكميه اللي نحتاجها، فتحتها في هذه القصعه ونغطيها بالفوطه هكذا خليتها بجيه. يعني تقريبا وجدت بزاف حاجات في هذا الليل. من بعد ما كملت كنت رحت ضربت في هذه الدويشه الله الله. من بعد رايحه نشف شعري نجبدو. يعني لهنا كان راحة لي الحال وسهرت بزاف في هذا النهار. مي الحمد لله يعني كنت فرست بزاف حاجات يعني تقريبا الخدمة الكتيرة كنت خدمتها في هذا الليل. عليها صباح العيد يعني جاني كلش ساهل الحمد لله. من بعد ما كملت من شعري يعني سرحته. رجعت لهنا للحنة. انا لهنا يعني كان راح لي الحال ما قدرتش نخلط هذيك الحنة، يعني لازمها يعني ترتاح شويه على الاقل باش تجينا النتيجه نتاعها مليحه. فواش درت جبت لهنا كان عندي هذا الحرقوس. جبت ندير به يعني هذا الحرقوس الحنه نتاعو يعني حمراء ماشي كحله، يعني تخرج شابه يعني تبان كيما اللي نخلطوها خير من هذيك الكحله. عندي لهنا هذا الرشام راني ندير فيه في يديا. يعني انا لهنا وحدي تعذبت شويه، مي المهم درت الفال يعني هكذا بديت ندير بشويه ونحكم بالكوتونتيج ونمشيها يعني هكذا باش تساعدني في الخدمه هكذا. يعني وكي عاد هذاك الرشام او هذاك ماشي رشام، هذاك الحرقوس يعني بالتوب تاعو صغير، يعني كي تجيو تخدموا به يسهل عليكم الخدمه يعني ما تسيحلكمش كميات كبيره. هكذا بديت ندير بشويه. كملت هذا اليد خليتها تنشف يعني. من بعد غسلتها باش رجعت لليد الثانيه. واليد الثانيه ما درتلهاش كيما الاولى بزاف لانه عذبتني شويه يعني ما عرفتش ندير مليح مليح. من بعد في الوسط كما قلت لكم يعني ما عنديش الحنه هذيك اللي نخلطوها، فدرت هذه في بلاصتها. يعني درت دائره هكذا في الوسط. المهم الفال قلت تاع العيد نديرو شويه حنه. هذا ما كان. هنا كنت درتها صغيره ومن بعد عاودت كبرتها خليتها تنشف وغسلتها ومن بعد رقدت شويه.
لهنا كانوا بداو في صلاة العيد وأنا كنت نُضت بكري، غير مع نُض شعّلت لهاد القدرة كيما راكم تشوفوا يعني ما فيهاش الصوص بزاف، خليت عليها على نار ناقصة يعني نار شمعة حتى نطاب هذاك الدجاج مليح، مليح، من بعد نطفّي عليها، ولهنا هذا الدجاج كي يطيب على نار ناقصة وفيه هاد الصوص يعني اللي ما فيهاش بزاف، راح يجي بزاف، بزاف بنين، يعني يتشرب كامل النكهات، يعني دجاج ولا لحم يعني اللي درتوهم. المهم طفيت عليها وخليتها بجيه، لهنا يعني راها واجدة، من بعد يعني غير نجمّرها. من بعد لهنا رجعت نوجد في الطابلة تاع الفطور، حطيت هنا في هاد البلاطو ميروار الكيسان ولا كراف، حطيت العصير، الحليب والقهوة نخليهم هُما اللخرين، يعني نطيبهم هُما اللخرين هكذا باش يبقاو سخونين على الأقل. من بعد لهنا رجعت لبست يعني حوايج تاع العيد، عندي هاد الجبة ستيل القبايل، ليمونج تاعها 3 كار وفيها هذاك التول فيه القلوبة. لهنا بعد ما كنت وجدت كلش باش لبست الجبة تاع العيد باش ما نوسخهاش. بالنسبة للمكياج عندي حاجة خفيفة ما نكترش، عندي هاد البارفان. بالنسبة للأكسسوارات عندي خاتم تاع الزواج وعندي هادوك البراسليات الرقاق الصغار، وعندي تاني يعني لبست سلسلة خفيفة ومناقش تاني تاع يعني خفاف تاع استعمال يومي. وهذا هو شكلي نهار العيد. اعطوني رايكم في الجبة. من بعد كنت آخر حاجة يعني حطيت القهوة والحليب باش يبقاو سخونين، لهنا كان راجلي جا من الجامع. من بعد صايي كنت وجدتهم وحطيت يعني وجدت الميدة حطيت باش نتقهواو، باش موراها يعني نهبط نغافر على شيخي وعجوزتي. وحطينا نفطروا، مع إنه غير أنا وراجلي بصح حبيت نوجد هاد المايدة ونتلمّوا عليها ونقعدوا هكذا نفطروا. يعني حبيت ندير هذيك الأجواء تاع العيد اللي تربينا عليها، يعني أنا صراحة من صغري موالفة هاد الأجواء، يعني في نهار العيد نديروا المايدة تاع فطور العيد ونتلمّوا عليها كامل العايلة، مع إنه ما عندي حتى واحد يجيني بصح حبيت ندير هاد الأجواء، يعني حتى ليا برك أنا شخصيًا يعني رفعت لي المعنويات، يعني كي بديت نوجد في هذيك المايدة يعني قاعدة نحس بأجواء العيد، وماشي شرط يكونوا عندكم بزاف ناس ولا تكون عيلة كبيرة، عادي غير نتيا وحدك في الدار، المهم ديري الأجواء نتاعك. المهم بعد ما كملنا الفطور كنت طبعًا غافرت لشيخي وعجوزتي أول حاجة، من بعد قالت لي عجوزتي إنه نروحوا ليماها اللي هي جدة راجلي. فأنا كنت قُلت لها يعني راني مطيبة الشخشوخة، قالت لي خلاص مالا ندّو معانا شوية شخشوخة. واش كنت بعد ما طلعت درت الحمص لهاديك الصوص، نحيت منها الدجاج طبعًا بعد ما كان طاب، زدت هاديك الحمص كمية صغيرة لهذاك الصوص، من بعد زدت لها الماء سخون وخليت عليها تغلي على نار متوسطة باش ما ينشفش الماء، والماء ما نكترلهاش يعني باش يعني تجي متوسطة ما تجيش مايعة بزاف. من بعد نحط الكسكاس راح نفور هاد الشخشوخة. أنا يعني موالفة وعوّدتني ماما كي تكون الشخشوخة جديدة يعني هذاك وين طيبناها ما نفوروهاش، أنا كي عادت يعني شوية يعني ما درتهاش جديدة في هذاك النهار، لازم نفورها يعني حطيتها تتفور على نفس المرقة. من بعد ما طاب هذاك الحمص وتفورت هذيك الشخشوخة، عندي لهنا هاد المقلة حطيتها على نار ناقصة، بديت نحط في هذيك المرقة ونحط الشخشوخة، نحط المرقة ونحط الشخشوخة يعني هكذا طبقات، من بعد نبدا نجمّر فيها. ولهنا شخشوخة يعني تكونوا أو الشخشوخة نتاعنا يعني هي تكون شوية خشينة، على هاذيك لازم نكتروا لها الصوص هكذا باش تتشرب وتجي بنينة.
وتجي طريه يعني ما تبقاش يابسه وناشفه. وانا حبيت نديرها جاريه باش يعني حتى كي نحطها ونديها معايا يعني قيس ما تنشف راها من بعد تبدا تنشف. يعني حبيت نخليها جاريه باش من بعد كي تنشف يعني كي تلحق يعني تلحق قيس قيس يعني ما تكونش ناشفه بزاف بزاف. هكذا بعد ما وجدتها حطيتها في هذا الطبسي، وكنت موجده من جهه الحار والحشيشه مقطعين هكذا باش نديكوريها، وهذا هو شكلها النهائي. من بعد كنت طبعا غطيتها بالالومنيوم باش تبقى سخونه. من بعد كنت وجدت روحي يعني لبست صاي لبست حوايجي وخرجنا انا وعجوزتي. يعني كان راجلي ما طولش غير فطر خرج لانه عنده شغل هذا النهار. على هذيك ما رحتش مع راجلي ورحت مع عجوزتي. المهم بعد ما رحنا وقعدنا لهنا تقريبا الساعه كانت 11. يعني كنا غير تقهوينا برك فرينا شغلتنا وخرجنا. لقيناهم دايرين الغرايف، هما عادتهم يديروا الغرايف نهار العيد. فكلينا عندهم شويه يعني ما تغديناش في الدار، كلينا عندهم شويه الغرايف. يعني كما تعرفوا اصلا نهار العيد الواحد ما يحبش ياكل بزاف. وكانوا كلاو هاد الشخشوخه يعني كانت عجبتهم بزاف بزاف. والحمد لله يعني حمرت لي وجهي قدامهم. ومن بعد العشيه ما روحنا كانت عندي بقات لي شويه هاد الشخشوخه. زدت جمرتها وحطيتها باش نتعشاو بها انا وعجوزتي. يعني الاخرين ما كلاوهاش بزاف ما حبوش ياكلوا لانه جاتهم شويه حاره، وكما تعرفوا الشخشوخه تاعنا تجي بزاف حاره. المهم كليناها ويعني تاع الصح جات على قلبي، جات بزاف بزاف بنينه. لانه قبل من قبل يعني في رمضان كنت ديجا ساخفه عليها، وزيد ماما يعني كل عيد موالفه دير لنا الشخشوخه هذه. والحمد لله جات تحمر الوجه وجاتني يعني كيما متشهيت لها ولا اكثر. المهم وهذا هو كان يعني روتيني من الصباح للعشيه. ان شاء الله يكون عجبكم. ما تنساوش ديروا جيم وتعليق، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. باي باي.